السلام عليكم بنات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم العجينه ديال البيتزا. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه. جبت لكم واحد العجينه اللي كيطلبوها لي كليانات ديالي، اللي مطلوبه بزاف وكتجي رطبه وكتجي هشيشه في نفس الوقت. هانتوما كتشوفوا البنات، ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير، عندي نص كيلو ديال الطحين، 2 معالق ديال سميده رقيقه، سكر، حبيبات، خميره الخبز، خميره الحلوى نص باكيه، 4 غرام ملح والزعتر. وعندي هنايا 4 كاس ديال الزيت البنات والماء اللي جمع العجين. هانتوما كتشوفوا اول حاجه البنات غادي نخوي الزيت وغادي نجمع المكونات ديالي كامله. غادي نخلط ديك الزيت كامله هي الاولى، من بعد غادي نجمعها كما قلت لكم قبل بالماء. غادي نبدا نجمع شويه بشويه. هانتوما كتشوفوا البنات كنبدا نجمعها حتى كتجمع لي العجينه ديالي، كتجي ما هي يعني كتجيني بحال العجينه ديال الرغايف، يعني كتجي هي يعني كندلكوها مزيان، كتجي رائعه يا البنات. جربوها وردوا عليا في التعاليق. هانتوما كتشوفوا دابا من بعد ما تجمعات لي، انا كيعجبني نخدم فوق بوطاجي. هانتوما كتشوفوا البنات دابا غادي نبدا نجمعها وغادي نبدا ندلكها مزيان. واللي عندها العجانه تخدمها في العجانه كان احسن. يسمحوا لي على التصوير البنات، اليوم ولدي كيصورني، الكاميرا ما واضحه مزيان. هانتوما كتشوفوا كندلكها مزيان بهذه الطريقه. هي من بعد ما تدلكات لي كامله، هانتوما كتشوفوا البنات، انا قلت لكم اللي عندها العجانه كان احسن، واللي ما عندهاش تستعن بيديها. من بعد ما عجنتها مزيان ودلكتها مزيان غادي نخليها في واحد لوبول حتى كتخمر لي العجينه، وغادي نرجع لكم بعد ما خمرت لي العجينه. هانتوما كتشوفوا البنات من بعد ما خمرت لي، دابا غادي نطلقها. غادي نعمل شويه ديال الطحين فوق سطح العمل باش ما تلصقليش العجينه ديالي. هانتوما كتشوفوا كي ترخفات لي، وغادي نطلقها بالمدلك. غادي تجي لي الطبقه يعني كنرققها بزاف باش ما تجينيش غليظه عاوتاني، حيت هي كتخمر ملي كطيب كتنفخ لي. هانتوما كتشوفوا السمك ديالها. دابا غادي نجيب قطعه اللي غادي نقطع عليها. هانتوما كتشوفوا غادي نقطع مزيان. ها هي من بعد ما ساليتها كامله بتقطع، دابا غادي نبدا نحطها في الطاوه ديال الفران، وغادي نبدا نتقبها عيده بالفرشيط باش ما غاديش تنفخ لي. الا خليتو شي وحده البنات غادي تنفخ لكم، غتجي خاويه من الداخل. ها هي من بعد ما ساليتهم كاملين غادي ندخلهم الفران، نشعل من الفوق ومن التحت، وغادي نخليها على العافيه مهيله باش كتجيني بهذا الشكل هذا. كنعملها نص طياب، واللي بغات تحتفظ بها في المجمد ها غادي تعملوا من ديك الساعات. بالنسبه للحشوه البنات كتبقى اختياريه. ما تبخلوش عليا البنات بلايك والاشتراك في القناه وتبارطاجيو مع الاهل والاحباب. وبسلام عليكم في فيديو اخر ان شاء الله.